والنادي الاهلي. فرقتين نزلوا ارض الملعب، وهنشوف اللقاء النهارده كل فرقه بتغير في جلدها. السلميه كان هينزل يعني درجه تانية، واحد هيقول لي هي من اولها كده كان هينزل، اقول له هم معلومات كده، انما غيروا المدرب الصربي وجابوا مدرب وطني كرم، ونجح ان هو يعني قعدهم هناك. القعاد هم في 8 انديه في الدوري الممتاز و6 في الدوري الدرجه الثانيه. قبل الاخير اللي كان سلميه بيلعب مع الثاني من خيطان وكسبوا، قعد في الدوري الممتاز. اما النادي اللي بينزل على طول نادي الساحل اللي نزل وطلع مكانه نادي تاني. التشكيل الفرقتين النهارده فرقه يعني فرصه كبيره جدا، هنا بيجرب وهنا بيجرب. وكان المدرب الكويتي يعني كان طالب شتمه طالب، لانه لسه يا دوبك بقاله حبه صغيره جدا ماسك الفرقه وانقذ الموقف، وبالتالي اسمه محمد كرم الكويتي. ولسه ما فيش صوت من هناك، مش عارف. ايوه الصوت، في صوت ملعب ولا ايه؟ ما يتشال صوت المعلق اللي هناك، يبقى هات لي صوت الملعب، لان العمليه بقى ايه مش مستحمله ان يبقى ما فيش صوت الملعب. طبعا نزلوا فرقتين، و زي ما حضراتكم شفتوا كده النادي الاهلي النهارده، او نبدا بسلميه. يا سلام يا سلام على جماهير الاهلي في كل حته. على فكره برضو كان نادي الزمالك ضيف في منذ شهر تقريبا، وهناك بقى زملكاويه واهلاويه كتير، فبالتالي يعني كانت حاجه كويسه جدا جدا ان المباراه دي بتتلعب كنوع من الانتعاشه للجماهير الاهلاويه والزملكاويه. وطبعا يعني حاجه بتبقى جميله جدا وترحاب، زي ما حضراتكم شايفين كده شخصيات عامه هناك. رئيس النادي عبد العزيز محمد الرشيد رئيس النادي بيستقبل النادي الاهلي في الملعب، وحاجه جميله جدا. معاه طبعا السيد سفير المصري معاه برضو، وهنشوف ايه بالظبط. ترحاب كبير جدا بالنادي الاهلي، وجماهير كتيره جدا يعني بتستقبل النادي الاهلي كلها. طبعا احنا عارفين في جاليه كبيره جدا في الكويت الشقيق، وبالتالي يعني مثل هذه الامور الشركه المنظمه هناك طبعا بتتمنى ان الاهلي والزمالك يروحوا هناك لانتعاش او رفع الروح المعنويه للمصريين هناك، وايضا بيقدموا كوره حلوه جميله، لان عارفين ان الكره المصريه مطلوبه هناك في الدول العربيه. وادي احمد السيد كابتن الفرقه مع كابتن الفرقه ناصر عثمان. وعلى فكره في 3 4 5 لعيبه نادي السلميه جايبهم من العربي الكويتي ومن القادسيه، هنقول اساميهم اثناء المباراه. وبالتالي ايضا هو جايب لعيبه لسه هيجددوا، لان المدير الفني محمد كرم رفع تقرير هناك. محمد كرم بتاعهم المدير الفني هناك رفع، عاوز يمشي ال3 المحترفين وعاوز ناس غيرهم. ففي ناس غيرهم النهارده موجودين بيجربوهم. في يونس بن هام رقم 20، ده راجل محترف مغربي. وفي كديمه رقم 17 من كوت ديفوار، ده تحت الاختبار ايضا. وفاكرين يمين بن ذكري الراجل التونسي اللي كان بيلعب مع نادي الزمالك، هيلعب النهارده سنتر هاف ورا. 3 كده يمين بن ذكري، 3 بيجربوهم. والنادي الاهلي برضو عنده النهارده السلميه حميد الجلاس، وبيلعبوا 4-4-2. فيصل داتشي والشمري ويمين بن ذكري وراشد الراشد. نص ملعب ناصر عثمان ومحمد جيراك وكديمه وخلف سلامه، وقدام يونس بن هام ومشاري العزمي. منظر جميل قوي كأنك في استاد القاهره اهو. وادي النادي الاهلي محمد محمود ابو السعود بيعود مره اخرى بعد غيبه طويله، وبيريح النهارده يعني احمد عادل عبد المنعم. قدامه شريف عبد الفضيل واحمد السيد ومحمد سمير.